لأ، يعني هو النهارده أنا عايز أقول النهارده يعني يعني أنا حزين جدًا طبعًا إن النتيجة طبعًا زعّلتني جدًا، ما فيش كلام طبعًا، يعني أنا كزملكاوي طبعًا زعلان جدًا من النتيجة النهارده. إلا إن برضه أنا ما أقدرش أجيب اللوم كلّه على التحكيم. التحكيم طبعًا إحنا راضيين ماشي، نقول التحكيم ماشي زي بعضه والعدالة وإن هم يعني حكموا بما يرضي الله. طيب بس إحنا نتمنى نشوف التحكيم ده برضه في ماتش الأهلي وسموحة، يعني نتمنى نشوف نفس التحكيم والمعايير اللي حصلت النهارده في ماتش الزمالك، نتمنى برضه نشوفها في ماتش الأهلي مع سموحة برضه، يا ريت يعني ما يبقاش بمكيالين. لأن كده الدوري ما بقاش ليه طعم، يعني أنتم بتخلّوا الدوري كده بقى خلاص، بقى هو كل ما نقول الزمالك راجع للمنافسة والدوري هيبقى ليه طعم، أنتم بتفقدوا للدوري طعمه، لمّا بتبعدوا الزمالك وبتقصوا الزمالك عن المنافسة بصراحة. فيعني لأ، خلّي بقى نفس المعايير دي تبقى على الزمالك وعلى الأهلي.